في الثاني من أغسطس عام 1990 غزا العراق دولة الكويت، وقد تمكنت قوات صدام حسين من السيطرة على البلاد خلال أيام معدودة، لكنها سرعان ما تعرضت لانتكاسة مسهلة. فباستخدام أحدث تقنيات الحرب آنذاك شن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية هجوما ساحقا من الجو، ثم طرد القوات العراقية من الكويت في أسبوع واحد فقط. وكانت تلك واحدة من أكثر الحروب اختلالا في موازين القوى في التاريخ العسكري الحديث. وصل صدام حسين إلى السلطة في العراق عام 1979 بعد تدرجه في الحزب البحث من نائب رئيس ثم إلى رئيس حزب البحث ثم إلى رئيس جمهورية العراق. حاول صدام بكل الطرق تمجيد نفسه ووضع الصور والتماثيل له في جميع أنحاء العراق في سعيه إلى بناء عبادة شخصية له، غير أنه خلف هذه الصورة الظاهرية للقوة كان صدام حسين شديد الارتياب والخوف من التهديدات التي تطال رئاسته. وعلى وجه الخصوص كان يؤمن بنظرية معاداة السامية تزعم أن الصهاينة يسيطرون على الحكومة الأمريكية وأنهم يتعاونون مع إسرائيل يسعون إلى إضعاف العراق والسيطرة على الشرق الأوسط. وتعد هذه النظرية التآمرية مفتاحا أساسيا لفهم سبب غزو صدام للكويت عام 1990. في سبعينات القرن العشرين كانت الحرب الباردة في أوجها، إلا أن صدام حسين لم يكن يرغب أن ينخرط في هذا النزاع، وبدلا من ذلك سعى حزب البحث إلى ما اعتبره استعادة لكرامة العرب بعد قرون من الإذلال وتوحيد الدول العربية في أمة واحدة. وقد بدأ هذا المشروع بنجاح ملحوظ، فبفضل عائدات النفط المتزايدة أصبح العراق لاعبا إقليميا مهما، وشهد الاقتصاد العراقي نموا قويا وتحسنا في مستويات المعيشة. في عام 1979 اندلعت اضطرابات كبرى في الشرق الأوسط، فقد غزا الاتحاد السوفيتي أفغانستان، وفي إيران أطيح بالشاه المدعوم من الغرب في ثورة دموية. وأسهمت هذه الأحداث في إشعال واحدة من أكثر الحروب تدميرا ودموية في القرن العشرين. شكلت الثورة الإيرانية تهديدا مباشرا لحكم صدام في العراق. سعت إيران إلى تصدير ثورتها الإسلامية إلى العالم العربي، غير أن صدام رأى في ذلك أيضا فرصة سانحة، وأراد استغلال الظرف لتصفية حسابات قديمة تتعلق بنزاعات حدودية سابقة مع إيران. توقع صدام نصرا سريعا وحاسما، لكن غزوه لإيران قاد في النهاية إلى حرب استمرت 8 سنوات وأسفرت عن مقتل نحو نصف مليون شخص. وبوجه عام قررت الدول السنية في الخليج دعم العراق، وقدمت لصدام ما بين 40 إلى 50 مليار دولار للدعم في هذه الحرب، جاء معظمها من المملكة العربية السعودية والكويت. استخدم صدام هذه الأموال لشراء الأسلحة من الاتحاد السوفيتي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، وبحلول عام 82 بدأ العراق يخسر الحرب. هنا تتدخل الولايات الأمريكية المتحدة إلى مسار الأحداث، فمنذ خمسينيات القرن العشرين أصبحت الولايات المتحدة تعتمد بشكل متزايد على النفط المستورد، وكان معظم هذا النفط من دول الخليج العربي. وقد اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية حماية هذا الإمداد أمرا حيويا للأمن القومي الأمريكي. وفي عام 1980 أعلن الرئيس جيمي كارتر أن الولايات المتحدة ستستخدم القوى العسكرية إذا لزم الأمر للدفاع عن مصالحها الوطنية في المنطقة. عرف هذا الإعلام بمبدأ كارتر، واستمر العمل به في عهد خلفه رونالد ريغان. وسعى ريغان إلى ضمان أن لا يهيمن أي طرف من الأطراف في الشرق الأوسط. وهنا بدأت الاستخبارات الأمريكية بتزويد العراق بمعلومات عسكرية ضد إيران، وتلا ذلك الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب الذي تولى الرئاسة عام 89. وقد شهد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي، وورث عالما جديدا تماما بالحرب الباردة. غير أن تعامله مع أزمة الكويت وحرب الخليج ظل محكوما إلى حد كبير بمبدأ كارتر الذي نشأ في سياق الحرب العالمية الباردة. كانت علاقة صدام حسين بالولايات المتحدة علاقة ملتبسة ومشحونة بالشكوك، فقد قبل المساعدة الأمريكية، لكنه كان يخشى في قرارة نفسه أن تكون واشنطن تزود الإيرانيين أيضا بمعلومات والسلاح في إطار سعيها لإضعاف الطرفين معا في آن واحد. وكان هذا الاعتقاد متشابكا مع نظريته الصهيونية وإسرائيل، فقد روج صدام لنظرية معاداة السامية التي تزعم أن اليهود يسيطرون على المال والإعلام الأمريكي، وبالتالي على الحكومة الأمريكية نفسها. وبرأيه كانت هذه القوة الإمبريالية والصهيونية متحالفة لتدمير العراق. خلص صدام إلى أن السبيل الوحيد للدفاع عن العراق في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل هو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، ودعا الدول العربية المجاورة إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية لإقامة ما سماه توازن الرعب في المنطقة، في الوقت الذي واصل فيه تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية العراقية. وفي عام 83 بدأ العراق باستخدام الغاز
القاتل ضد القوات الإيرانية، ثم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأكراد في حملة عرفت باسم الأنفال، والتي تعد إبادة جماعية في ذلك الوقت. وقد أدى ذلك إلى انتشار مخاوف واسعة من احتمال استخدام العراق لأسلحة الدمار الشامل مرة أخرى ضد دول أجنبية. وفوق ذلك كله بقت العراق القوة العسكرية الرئيسية في المنطقة. في عام 88 انتهت الحرب العراقية الإيرانية، مئات الآلاف من القتلى على الجانبين، إضافة إلى ديون هائلة على العراق بلغت مليارات الدولارات، كان جزء كبير منها مستحقا للسعودية والكويت. وزادت هذه المشكلات الاقتصادية سوءا مع الانهيار الأخير في أسعار النفط، وهو ما أسهم أيضا في إضعاف المنافس الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد السوفيتي. وكانت الحرب الباردة على وشك الانتهاء، وعندما سقط الجدار عام 89 مثل ذلك بداية النهاية للحرب الباردة. ومع تراجع الاتحاد السوفيتي أصبح صدام قلقا من تحول ميزان القوى العالمي في المنطقة، وبسبب شكوكه العميقة تجاه النوايا الأمريكية كان يعتقد أن الولايات المتحدة إلى جانب حليفتها إسرائيل ستتمتعان الآن بحرية كاملة لتقويض نظامه وفرض هيمنتهما على العالم العربي. تصاعدت مخاوف صدام أكثر في أواخر العام 89 حين بدأت أجهزة الاستخبارات العراقية تتلقى تحذيرات من هجوم إسرائيلي وشيك، وكان ذلك قد حدث بالفعل. ففي عام 81 شنت 14 طائرة إسرائيلية غارة جوية مفاجئة على مفاعل أوزيراك النووي في محاولة لمنع صدام من امتلاك سلاح نووي. وكانت التقارير الجديدة متشابهة على نحو مقلق، ولا نعلم إن كان لهذه الشائعات أي أساس من الصحة، لكن صدام كان يؤمن بها إيمانا راسخا، ونتيجة لذلك بدأ يبحث عن وسائل لتوجيه ضربة استباقية سواء بالصواريخ أو بوسائل أكثر فعالية. في 2 عام 1990 أطلق صدام تهديده الأقوى حين ذلك قائلا: والله سنجعل النار تأكل نصف إسرائيل إذا قررت مهاجمة العراق. ويرى بعض المؤرخين أن هذه الكلمات كانت محاولة لصرف انتباه الشعب العراقي عن أزماته الاقتصادية وكسب التأييد الشعبي العربي، غير أن هنالك أيضا أدلة قوية على أن صدام كان بالفعل خائفا من ضربة إسرائيلية ومن الهيمنة الأمريكية على المنطقة. وقد خلصت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لاحقا إلى أن صدام كان يؤمن حقا بوجود المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية ضده. لكن بينما بدأت الحرب مع إسرائيل تقترب، انضمت دولة جديدة إلى ما رآه صدام حملة غربية ضده، فقد كان العراق يمر بضائقة مالية شديدة إذا انهارت أسعار النفط، وخرج صدام من الحرب مع إيران مثقلا بديون تجاوزت 35 مليار دولار، كان نحو 15 مليار منها مستحقا للكويت جاره الصغير. طالب صدام الكويت بشطب هذه الديون، مدعيا أنه دافع عن الدول الخليجية السنية ضد التوسع الإيراني، كما كان غاضبا من قيام الكويت بخفض أسعار النفط عبر زيادة الإنتاج. وادعى لاحقا أن الكويت سرق نفطا بقيمة ملياري دولار من حقل نفطي يقع على أرض العراق. وبالنسبة لصدام كان هذا بمثابة حرب اقتصادية. وعندما رفضت الكويت الاستجابة لمطالب صدام، هدد صدام بإحياء نزاع حدودي قديم حول ملكية جزيرتين استراتيجيتين، وسرعان ما انهارت المحادثات بين الطرفين. ويقول مقربون من صدام أن ذلك عزز قناعته بأن مؤامرة دولية تتشكل ضده، وأن الكويت جزءا منها. وفي مواجهة هجوم اقتصادي من جهة وضربة عسكرية وشيكة من جهة أخرى من إسرائيل، اتخذ صدام قرار الهجوم. وكما قال نائبه لاحقا: كان أمامنا خياران، إما أن نبادر بالضرب أو أن نؤكل تدريجيا. في يوليو 1990 بدأ العراق بحشد قواته في الحدود الكويتية، وكانت حرب الخليج على وشك أن تبدأ، وكانت الخطة العراقية الأصلية تقضي بالاستيلاء فقط على الجزر المتنازع عليها وحقول النفط الكويتية. لكن صدام غير الخطة في اللحظة الأخيرة، فقد قرر احتلال الكويت بالكامل، إذ أن ذلك سيقصي الأسرة الحاكمة ويمنحه موقفا تفاوضيا أقوى. في 2 أغسطس عام 1990 عبرت القوات العراقية الحدود إلى الكويت، وعلى الرغم من الحشد العلني جاء الغزو مفاجئا للعالم، فقد تقدمت ألفا دبابة يقودها نحو 100,000 جندي عراقي داخل الكويت، وحلقت الطائرات العراقية فوق القوات المتقدمة، وسرعان ما انهارت القوات الكويتية المدافعة. وخلال ساعات قليلة احتلت دبابات الحرس الجمهوري مدينة الكويت، وفر آلاف المدنيين إلى المملكة العربية السعودية المجاورة بمن فيهم الأمير وأفراد أسرته. وبعد أيام أعلن صدام ضم الكويت بوصفها المحافظة 19 للعراق. بني الغزو العراقي على عدة افتراضات: أن يتم أسر الأسرة الحاكمة الكويتية،
وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل في الشأن العربي، وأن الدول الخليج لن تسمح بوجود قوات أجنبية على أراضيها، غير أن العراق أساء تقدير أهمية النفط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحجم الغضب الذي أثاره الهجوم على الكويت. وهكذا بدأت جميع هذه الافتراضات في الانهيار. أمر الرئيس بوش بفرض حظر اقتصادي على العراق وتجميد الأصول العراقية والكويتية، وبالتعاون مع بريطانيا وفرنسا فرضت الأمم المتحدة أيضا عقوبات اقتصادية، بما في ذلك الدعم الاتحاد السوفيتي، وانضمت العديد من الدول العربية إلى التحالف ضد صدام، من بينها المملكة العربية السعودية. وكانت السعودية من أكبر المساهمين في حشد قوات التحالف، إذ أرسلت آلاف الجنود والمركبات المدرعة والدبابات والطائرات إلى جانب كميات هائلة من المعدات والذخائر والإمدادات لتشكيل أكبر تحالف عسكري منذ الحرب العالمية الثانية. وكان ذلك تجسيدا ماديا للشيء الذي كان صدام يخشاه أكثر من أي شيء آخر، القوة الأمريكية. وأمام هذه القوة الهائلة وجد صدام نفسه ممزقا بين خيارين: هل يبقى ويقاتل أم ينسحب؟ لم يكن صدام يرغب في خوض حرب ضد أمريكا، لكنه كان يخشى أن يؤدي الانسحاب من الكويت إلى جعله أكثر عرضة لهجوم أمريكي بدلا من أن يقلل الخطر. وعلينا أن نتذكر أنه كان مقتنعا بأن الولايات المتحدة وإسرائيل عازمتان على تدمير العراق، وهذا ما حدث بالضبط بعد عدة عقود. وإضافة إلى ذلك كان قد كسب تعاطفا واسعا في العالم العربي، وكان الانسحاب من دون تحقيق مكاسب سيجعله يبدو ضعيفا. طوال شهر أغسطس حاول صدام مرارا وتكرارا إيجاد مخرج يحفظ له كرامته، كان يبحث عن أي تنازل يمكن أن يبرر الانسحاب، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، فقد تصلبت المواقف في الغرب، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تفضل بقاء القوات العراقية في الكويت لمواجهة نيران التحالف. وكان صدام على علم تماما بأن خسارته حتمية لا محالة.